إيش الشيء الغريب اللي خارج السعودية طبعا برمضان؟ في داخل الدائرة القطبية الشمالية. أي يعني أنا قبل كم سنة سمعت أنهم يصومون 22 ساعة في أيسلندا. يا لطيف. نعم، ما صدقت. طلع مقطع ومدري وشو. سافرت عقب رمضان يمكن بشهر أو أقل من شهر، رحت لأيسلندا. جميل. من ضمن الجولة زرنا جامع الرحمن اللي هو موجود في العاصمة ريكيافيك، عاصمة أيسلندا. جميل. وأنا أدخل الجامع يمر الإمام مصري. حلو. قلت يا سلام، وأسلم عليه. قلت أول سؤال يا شيخ، حنا نسمع أنكم تصومون 22 ساعة، هل هذا صحيح ولا إشاعة؟ قال نعم صحيح. لا إله إلا الله. قلت يا شيخ أنت رمضان اللي فات صايم 22 ساعة؟ قال نعم أنا صايم 22 ساعة. يا لطيف. قلت شلون؟ مو معقول. قال الله يسلمك، سفرة الفطور هي نفس سفرة السحور. يفطرون بس يغطون السفرة، يروحون يصلون المغرب العشاء، أما يجون يتسحرون تطلع ويصلون الفجر. لا إله إلا الله. قلت يا شيخ مو معقول، لازم تستفتون والله العظيم. شلون 22 ساعة؟ قال بالبداية كنت أتعب، وعلى فكرة الإمام هذا مصري، راتبه تصرفه الدولة السعودية. لا إله. والجامع وين؟ في شمال المحيط الأطلسي بجزيرة يمكن ما حد يعرفها اسمه أيسلندا. يا ربي تحفظ هالوطن. وين ما وجهت تلقى خير من هالبلد، حكومته وشعبه. هذا والله الكلام. والله. فيقول لي الشيخ المصري، يقول كنت إلى 20 ساعة الوضع جيد، يقول آخر ساعتين يقول خلاص بس طايح قاين كذا. يا سبحان الله. يقول ما في طاقة نهائيا. صمود 22 ساعة. ترى ما سهلة والله ما هي سهلة يعني. طبعا باردة هي الأجواء هناك. طبعا الجو بارد، بس إنك بحاجة أكل ماء سواخن شيء. هي والله 22 ساعة. عطش يمكن ما يحصل. شيء لا يطاق، لا إله إلا الله. يا سبحان الله. يا حبيب قلبي يا أبو عبد الله، تفضلت علينا والله. وش عندك بهاللقاء يا أبو؟ والله بس والله إني اشتقت لك، اشتقت سؤال واكيد الناس مشتاقين لسوالفك. يا بعد يا حبيبي انت، الساعة مبارك، الله يطول عمرك يا حبيبي.